كنت صاحية من النوم ومكنتش عارفة اعمل غدا ايه، وكنت بقى محتارة جدا. فلقيت بقى جوزي بيتصل بيا وبيقولي انا النهاردة هجيب لكم معايا كشري وانا جاي. فطبعا بقى فرحت جدا ان انا هرتاح النهاردة ومش هعمل بقى اي اكل خالص. واول بقى ما جه خدت منه الشنطة بسرعة علشان بقى احضر الكشري واحط بقى فيه الدقة والصلصة وكمان الشطة واقلبه لهم بقى واديه لهم. فتحت بقى الشنطة لقيت بقى الأطباق دي وطلع جايب لي كشري حلو ومش كشري حادق. وانا بقى اتصدمت جدا وما كنتش عارفة اعمل ايه خالص. المشكلة بقى ان قعد يقول لي فين الغدا، وعيالي كمان كانوا جعانين جدا وعمالين بقى يقولوا لي يلا يا ماما فين الكشري بتاعنا، لانهم بقى كانوا فرحانين وكمان هم بيحبوا الكشري جدا. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارفه اقول لهم ايه، بس بقى قعدت اقول لهم طيب استنوا الاول ندوق بقى الكشري الحلو ده وبعد كده نتغدى، مع اني بقى ما كنتش عارفه اغديهم ايه. المهم بقى ان هو كان جايب كشري حلو بطعمين، واحد بالمانجا والتاني كان بطعم اللوتس، واللوتس بقى الصراحه كان طعمه احلى.